الله باذن الله نرجع ربنا بقى يرحمه طبعا. للحته بتاعت المغرب ومصر والجزائر وتونس. انا مم. اتفرجت على تونس، او اول حاجه بنيتها اسلام مباراه مم. مصر وتونس. مم. طبعا احنا كان بيضحك علينا ونعمل ماتشات ضعيفه جدا. تمام. اول ماتش كنا نعمله لفرقه منظمه برغم ان هي عندها احلال وتجديد كانت فرقه تونس. تمام. لبتنا 3-0 في نص ساعه، مم. ومسكت علينا كوره واحنا كنا لايصين، والراجل قاعد يقول لك ده غير وعمل ما اعرفش ايه والكلام ده. ده هي لعيبه تونس ساعتها هي اللي ما ضغطتش علينا وقرصت علينا عشان تبقى 4 و5 و6. فمن هنا بدات اقول ان المنتخب المصري بجد بقى، ما انت بتقيسه على الماتشات اللي هي كمان مش فرز اول. ده مم. تونس يعني مع كل الاحترام ليها وان هي بتعمل احلال وتجديد، يعتبر مثلا يعني فوق النص بحاجات بسيطه، يعني مش الفرقه اللي هي تونس مثلا الدوره اللي فاتت ولا اللي قبليها، مم. برغم ان هم وصلوا كاس عالم بالظبط. وكانوا في افريقيا والكلام ده وعاملين ماتشات كويسه. حتى لما خرجوا الناس ما زعلتش لان قدموا المردود اللي هو يرضي جماهيرهم، وكانت الناس مستنياهم في كاس العالم. مم. انما الدوره دي لا، تونس بعيد من ماتش مصر كده، مهما كان ان هي كسبت مصر والكلام ده، لا مصر ولا هي يترشحوا. طبعا لما جينا لعبنا الجزائر انا قلت من فتره ان من بعد 2019 الغرور وصل لجمال بالماضي مم. للبعض اللعيبه، بدليل ان هم لما راحوا البطوله اللي فاتت كله كان مرشح الجزائر رقم واحد، صح؟ مم. كله اول حاجه اما تقول له ايه مين اللي هياخد البطوله يقول لك الجزائر على الماضي. انما لما اصطدموا بالواقع الغرور بتاع اللعيبه ثم المدرب ثم ان ما بيعملوش حاجه، ما عملوش احلال وتجديد، ما دخلوش لعيبه جديده. ونفس الكلام السنه دي برضو محتفظ باللعيبه اللي هي الكبيره، تعمل لك ربع ساعه 10 دقائق نص ساعه كويس قوي، والشوط الثاني البدني بينزل، اللعيبه بتقع والفرقه مم. بتبدا تتفوق عليها بدنيا مش كرويا او فنيا، مم. واخد بالك؟ فقلت الجزائر على جنب من ماتشنا. ايوه ايوه. طبعا واحنا كده على جنب من قبل كمان الماتشات دي، بس هو طبعا ايه منهم لله اتحاد الكوره ان هم كانوا بيعملوا له ماتشات عشان يضحكوا بيها على جماهير مصر. مم. خلي بالك ده احنا دلوقتي 14 ماتش الحمد لله، جايبين كام هدف، ما دخلش فينا كام هدف، كسبانين كام ماتش، ماتش واحد اللي خسرناه من ال 15 اللي هو بتاع تونس، صح؟ صح. انت ما قابلتش منتخب عليه النطاله، ما مم. قابلتش منتخب فرز اول يديك 4 5 عشان يفوقنا قبل البطوله ونقول لا ده في اخطاء والكلام ده. ما هو ده اللي وصلنا ان الاختيارات تبقى سيئه، مم. المجاملات تبقى بالكوم، مم. في ظلم، لعيبه تتاخد ولعيبه ما تتاخدش. يعني النهارده اتفرج مثلا على مباراه بيراميدز والمصري، والمصري. بص هنا باهر المحمدي وبص الاثنين اللي كانوا متاخدين اونطه في اونطه منضمين لمنتخب مصر، علي جبر واحمد سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية وعشاق منتخب مصر في كل مكان، ما تنسوناش بالله في الاشتراك، بارك الله فيكم. طبعا لأول مرة من فترة طويلة إن دور الثمانية من بطولة أفريقيا بولا منتخب عربي، وأسفاه وحسرتاه على الحال اللي وصل ليه الكرة العربية في هذه البطولة. انهيار كامل للكرة العربية في بطولة أفريقيا هذا الموسم بدون أي مبرر. مجموعة مصر كانت مجموعة سهلة وعدينا منها بشق الأنفس بجون موزمبيق أو بجونين موزمبيق اللي حطوهم في غانا في الوقت الضايع، واللي دخلنا في البطولة وحط رجلنا في البطولة. ومع ذلك ما قدرناش نكمل مع فريق ضعيف زي الكونغو اللي واصل النهارده لدور الثمانية. زي ما قلت ان منتخب غينيا منتخب ده سهل وضعيف، وكانت سكتنا سالكة قوي للمربع الذهبي، ولكن للأسف ضيعنا فرصتنا بإيدينا. وباقي المنتخبات سواء تونس أو الجزائر، والمفاجأة الكبيرة خروج المغرب، كانت صدمة كبيرة قوي للكرة العربية وتراجع كبير للكرة العربية على مستوى الأفريقي. نتمنى ما يكررش ده مرة تانية. وزي ما رضا عبد الغالي إن كان في غرور لبعض الفرق، رأس الغرور ده كان موجود في فريق المغرب. المغرب لعب بتعالي كبير قوي خلال البطولة، وحاسس إنه هيخش ياخد البطولة نتيجة المردود اللي عمله كبير في كأس العالم وإحرازه المركز الرابع. هو ده اللي عطى كمية كبيرة من الغرور لفريق المغرب، إنه كان بيلعب بالشوكة والسكينة وكان حاسس إنه هيوصل.
ده سبب الانهيار والسقوط الكبير للمغرب. لكن خروجنا احنا او خروج الجزائر او تونس كان متوقع، بس كان متوقع امتى وازاي؟ للاسف خرج تونس والجزائر بدري من الدور الاولاني، واحنا خرجنا من دور 16. ولكن كان خروجنا احنا الثلاثه كان متوقع. اللي كان متوقع ليه من بدايه البطوله انه يوصل للمباراه النهائيه او للمربع الذهبي هو كان منتخب المغرب، طبقا للمردود اللي اداه قبل البطوله وفي كاس العالم اللي فات اللي كان لسه قريب، ما كانش من فتره بعيده. ولكن للاسف كلنا خرجنا. حتى منتخب موريتانيا هو يعتبر المفاجاه الوحيده في ظل امكانياته المتواضعه انه قدر يوصل لدور 16، وده انجاز كبير لكوره اخواننا في موريتانيا. احنا عارفين ان موريتانيا شعب جميل وشعب اصيل من عشاق اللغه العربيه وعشاق القران الكريم، ولكن خروجهم امر طبيعي. واللي مش طبيعي ان هم اصلا يوصلوا دور 16، ولكن وصلوا في انجاز كبير يحسب لكره موريتانيا. ولكن باقي الفرق كل نتائجها يعتبر نتائج سلبيه. النتيجه الايجابيه الوحيده كان منتخب موريتانيا طبقا لامكانياته وظروفه، فما فيش لوم على منتخب زي منتخب موريتانيا. اللوم الاساسي يقع علينا احنا وعلى منتخب المغرب ومنتخب الجزائر. منتخب تونس كان فيه احلال وتجديد، مع انه برضه كان يقدر يوصل ويقدر يعدي ويقدر يعافر في البطوله، ولكن للاسف ما حصلش. نتيجه مخيبه الامال كل العرب وكل مشجعي الكره العربيه. الخروج المهين والمذل لكل فرقنا من البطوله بصوره او في سابقه ما حصلتش، او الذاكره عندي ما تسعفنيش ان احنا حصل ده قبل كده ان دور الثمانيه يتلعب من ولا فريق عربي ولا لا. دي ما شفتهاش قبل كده. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق الرياضه العربيه والمصريه. ادينا لايك واشتراك ولنا رايك في التعليقات اسباب الخروج المهين لكل المنتخبات العربيه من الادوار المبكره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.